الوالدة دورها في حياتك ايه؟ والعلاقة بينكم كان شكلها ايه؟ والدتي للاسف كنت انا في مرحله الشباب، انما انا اتعلمت منها يعني ايه صح ويعني ايه غلط. انتوا لا كم ده اخ وكم صح. اخت يا احمد؟ انا ليا اخت واحده رحمه الله عليها ماتت، مم. وربنا يخلي ولادها 3 شباب. يعني انت دلوقتي وحيد؟ اه ايوه، مفيش حاجه خالص. معرفش، يمكن هاكس جالي دلوقتي. يعني احنا في خضم الحياة اللي بنعيشها لسه كنت بحكي عن تجربة مرضك. والإنسان لما بيكون في مرحلة المرض بيكون مرحلة الضعف، ويشعر إن هو محتاج اللي تطبطب عليه وتبقى جنبه. مين بيطبطب عليك النهارده يا أحمد؟ هي الاجابه بتهيألي كل الناس عارفاها، هي مراتي بس. الصورة بتاعتها منورة. اه طبعا، حتى باكلها في الصوره، مجنونه انا والله. وهي طيبه خالص، هي عكسي تماما يعني. ربنا يخليها ليا وكده. بتعاني برضو كتير من. في أولاد؟ لا مش مخلفين. هل عدم وجود أولاد أثر لا في خالص حياتكم البعض؟ بالعكس، يمكن قربنا من بعض اكتر، ده اللي بشوفه كده. وعدم وجود اولاد ده بيأثر في شخصيتنا احنا الاتنين. إزاي؟ ان لازم تؤمن برزقك وتؤمن بالقدر، ومحدش بيعاند ربنا. ويمكن، مش يمكن، ده اكيد كل حاجه ليها حكمه. فبالعكس الحمد لله انا مش زعلان ان احنا ما خلفناش. بالعكس، اكيد ربنا شايل حاجات يعني اهم واحسن، ومفيش حد بياخد كل حاجه.